السلام عليكم متابعيني الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون مفاجأة، والكلام اللي هقوله يمكن تكونوا لأول مرة هتسمعوه. خدوا المفاجأة بقى، ان كلمة طز دي ما طلعتش كلمة وحشة ولا حتى عيب. طب امال طلعت ايه؟ هقول لكم. كلمة طز يعني ملح. والله زي ما بقول لكم كده، الطز هو الملح. وكمان طز دي كلمة اصلها تركي، وكان زمان أيام العثمانيين الملح أو الطز كان السلعة الوحيدة اللي معفية من الجمارك. فكان البحارة اللي بيعدوا بالسفن معاهم تبغ وبن وتوابل، أول لما يشوفوا مفتش الجمارك جاي عليهم يقولوا كلهم في نفس واحد طز، وده علشان تتفتح ليهم الأبواب ويعدوا من غير ما يدفعوا أي رسوم ولا جمارك ولا أي حاجة. الله، أمال إيه بس يا جماعة؟ طيب ما هي طلعت كلمة حلوة اهي وبنت حلال. طب طز. وطبعا عايزة اقول لكم ان كلنا طول العمر ده فاكرين ان كلمة طز دي كلمة عيب او شتيمة بنقولها لحد لما بنكون زعلانين منه. بس طلع في الاخر اهو زي ما قلت لكم ان هي طلعت مفاجأة وملهاش اي علاقة، طلعت بريئة، وكلمة طز يعني ملح.